وعلى كريم طابو منسق حزب الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي. شكرا على الاستضافة. أكيد أنها في كل القرى وكل المدن الجزائرية لأول مرة الحراك لم ينحصر في بلدية ما في منطقة معينة. هذا الشباب الذي تحدى الخوف لأن النظام استعمل كل أساليب التخويف، كان يلعب على وتر الإرهاب وعلى وتر العشرية السوداء، كان يلعب كل المناورات، كان يلعب على وتر الجهوية. عندما يصبح الفساد يتفشى على كل الأصعدة، عندما تنهار الأخلاق، عندما تصبح الجزائر مملكة أشخاص، مملكة عائلة. كان لك تتحدث عن سوريا والله. يرفع الشعار الجزائر جمهورية ليست مملكة. المملكة ليست فقط على الصعيد السياسي فقط. هذا الرجل الذي أتى في 99 فرض على الجزائريين، لم يتم الانتخاب عليه، والكل يعلم العملية السياسية كيف تمت في 1999. هذا الجنرالات الذي يقال أنهم هم الذين حركوا الشارع بين قوسين، هم الذين أتوا ببوتفليقة، هم الذين فرضوا بوتفليقة على الجزائريين. هذا الجنرالات هم المتواطئين، هم الحامين لهذه العصابة التي نهبت أكثر من 1000 مليار دولار. كان من المفروض اليوم لو تكلمنا على الجزائر 1.5 مليون شهيد بعدما أصرفت كل هذه الأموال، كان من المفروض أن في المراتب تكون الجزائر قبل ماليزيا، قبل تركيا، قبل هذه الدول التي تسمى بالدول المتقدمة. كيف بهذه البلاد تفوق مساحتها 5 مرات فرنسا؟ كيف في بلاد التي كانت تصدر القمح في 1940 وصلت إلى درجة الانبطاح والانحطاط حتى أصبح الشارع الجزائري، الشاب الجزائري يرمي بنفسه في البحار؟ وكيف بهذه الدولة الغنية تحتكرها مجموعة عصابة حولت المال العام إلى ملكية خاصة، حولت شركات بحجمها إلى ممتلكات أشخاص، إلى ممتلكات عصابات. والحامي الأول للوطن وللجزائريين هو هذا الحراك، هو الشعب بنفسه، حامي البلدان، حامي الديمقراطيات، حامي الأقاليم، هي الشعوب. عندما أتى ببوتفليقة في 99 بوتفليقة لم ينتظر أنه يصوت عليه الشعب، أتى به جنرال نزار، جنرال إسماعيل، جنرال محمد العماري، جنرال توفيق. هذو هم الجنرالات الذين أتوا ببوتفليقة في 99. على أساس ماذا؟ على أساس أن بوتفليقة يحمي الجنرالات. نحن عشنا عشرية سوداء يبقى نقطة استفهام في كثير من محطاتها. هذا المسجد لو قيمناه بكل المعايير التقنية المالية على كل الأصعدة، عندما منظومة فاسدة عصابة تنهب أموال باسم المسجد، هذه فاحشة سياسية. عندما يصل بمنظومة سياسية أنها تسرق مسجد باسم يعني مكان العبادة، دار الله عز وجل تسرق، تنهب، دار يعني مكان مقدس يسرق بهذه الطريقة، يصبح ملف فساد لمنظومة. هذه فاحشة سياسية، لا يمكن أن تعالج ملفات فساد في إطار منظومة التي قامت بكل هذه الأفعال. كيف بهذه البلاد الذي أنفقت أكثر من 1000 مليار دولار ويهجر منها 12,000 طبيب، 4,000 مهندس؟ الإرهاب الحقيقي هو الذي أهجر الشعب الجزائري للعواصم. هذه الهبة الشبانية واعية، لها طاقة قوية، لها وعي سياسي قوي، لن يستطيع ولا طرف أن يشوه هذا الحراك. حراك سلمي، حراك له مطالب سياسية،